السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام. تمكن الدولي المغربي إسماعيل سيباري من تسجيل هدف لفريقه أيندهوفن خلال الدقيقة 66 أمام فاينورد روتردام برسم الجولة الماضية أي 14 من الدوري الهولندي. ورغم أن فاينورد قلص الفارق عن طريق اللاعب سانتياغو خيمينيز في الدقيقة 81، لكن هذا الهدف لم يمنع رفقاء اللاعب المغربي من تحقيق الفوز الرابع عشر على التوالي خلال هذا الموسم. وبفضل هذا الفوز عزز ايندهوفن صدارته للدوري الهولندي، حيث رفع رصيده إلى 42 نقطة ليوسع الفارق إلى 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه فاينورد الذي يحتل وصافة الترتيب برصيد 32 نقطة. جدير بالذكر مشاهدينا الكرام أن إسماعيل سيباري شارك هذا الموسم في 12 مباراة مع فريقه في الدوري، ودخل كأساسي في 5 مباريات فقط، وسجل 3 أهداف وأعطى تمريرة حاسمة ليساهم في 4 أهداف مباشرة هذا الموسم في 5 مباريات دخلها كأساسي. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، أتمنى أن ينال إعجابكم، وإلى فيديوهات أخرى إن شاء الله.